السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للسلسلة اللي احنا بنجهز لها، هي ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتتعامل مع الشات بوتس، واللي هتكون متاحة طبعا لكل الناس. حاجة كمان حبينا نوفرها بحيث ان هي تكون تسهل الدنيا على الناس اكتر، ونحاول ان الموضوع يكون اكتر وضوح، وان اكبر عدد مننا يقدر يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بدون اي مشاكل. طيب ايه اللي احنا وفرناه كمان؟ احنا وفرنا زي ما احنا شايفين كده ملف اكسل. الملف ده بيحتوي على اهم الاسئلة والامثلة اللي انت ممكن تستخدمها في التعامل مع الشات بوتس بكل انواعها. طيب تعالى مع بعض كده سريعا علشان الناس تعرف ازاي هتقدر تستخدم الملف ده. الفايل ده هتلاقيه متقسم لمجموعة افكار رئيسية. لو انت بصيت تحت على الشريط اللي تحت، ايدياز، يوتيوبرز، فيسبوك، انستجرام، سوشيال ميديا، وطبعا ايميل وحاجات كتير جدا. لو جينا دوسنا على السهم ده كده وكده، طبعا تقريبا في كل المجالات هتلاقي كل واشهر الاسئله اللي ممكن تتسال لتشات جي بي تي بالطريقه السليمه وبالاسلوب السليم عشان تاخد اجابه صحيحه. وهتلاقي مع كل سؤال كمان مثال ليه، بحيث انك انت زي ما اتفقنا مع بعض ان ذكر الامثله للشات بوت بيخلي الردود وبيحسن الردود اكتر. طب تعالى كده مع بعض نعمل مثلا، نبدا كده. لو انا في عندي قناه يوتيوب، ايه اكتر الاسئله؟ وطبعا الاسئله هنا عربي وانجليزي، يعني لو انت عايز تتكلم او تسال بالانجليزي برضو هتلاقي السؤال بالانجليزي موجود. تمام كده. طبعا دي ما هي بعض النصائح كيف يمكن استخدام ميزات يوتيوب. دي كلها اسئله ممكن تتسال في اليوتيوب عربي وانجليزي. طيب لو انا مثلا عايز اسال في الكاستمر سيرفيس او خدمه العملاء للشركه بتاعتي مثلا، دي كلها برضو الاسئله اللي ممكن تنسال لخدمه للمجال ده. في عندنا حاجه بقى اسمها اكت از. يعني ايه اكت از؟ يعني تخيل نفسك او حط نفسك مكاني. تمام كده. هنا بقى بقول له او بساله: اريدك ان تعمل كمترجم للغه الانجليزيه ومصحح املائي ومحسن. ساتحدث اليك باي لغه وسوف تكتشف اللغه وتترجمها وتجيب في النسخه المصححه بالشكل ده كده. دي كلها اسئله، ودي كلها حاجات احنا ممكن نطلبها منه في حته اكت از بالشكل ده. عندنا كمان السوشيال ميديا، برضو نفس الكلام. اهم الاسئله اللي انت بتطلبها او اللي انت محتاج تشات جي بي تي يساعدك فيها. في عندنا كمان للاعلانات الادز، طبعا هنا برضو دي اهم واشهر الاسئله في مجال الاعلانات. يعني الملف ده متقسم ومنظم جدا في مجال الاس اي او اللي هو تحسين محركات البحث. بنفس الطريقه برضو اهم الاسئله. طب ازاي اخد الكلام ده كوبي؟ هدوس كليك يمين بس واخد الكلام كوبي، واروح على تشات جي بي تي واعمل بيست بالشكل ده. من غير ما انت تتكلف عناء الكتابة بقى والافكار والكلام ده كله، هتلاقي هنا الافكار كلها جاهزة هتستخدمها على طول. طيب في بعض الناس برضو بتبقى في مجال تعلم اللغة الإنجليزية وبيبقى بيواجهها شوية مشاكل في طريقة الحوار نفسه أو في أسلوب الكلام نفسه. برضو هنا وفرنا أهم الأسئلة اللي ممكن تنسأل لتشات جي بي تي حوالين حاجة زي دي. يكفي ان انا اجي على الخلية زي ما احنا قلنا، كليك يمين، اخد كوبي، غيرها بالشكل اللي يناسبك. ولكن هو الاسلوب هنا هو اسلوب مناسب لتشات جي بي تي او لاي شات بوت انت بتتعامل معاه. هاخد مثلا كده، طبعا هنا احنا حاطين لك ما بين اقواس ادخل حجتك او ادخل مقالتك او ادخل جملتك. الاقواس دي انت هتغيرها وهتكتب فيها اللي يناسبك انت. كمان في مجال الكوبي رايت نفس الكلام. تمام. طبعا المجالات هنا كتير جدا، يعني احنا هنسيبك انت اللي تفكر وانت اللي تشوف المناسب ليك ايه. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.